لما أفتيت بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقلت هو مذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، بعضهم قال لك احنا ما نحتفلوش لأن في السعودية ما يحتفلوش. يا سبحان الله، يا سبحان، احنا رانا في الجزائر ما راناش في السعودية. إذا مشايخ السعودية عندهم فتوى يفتيوها للشعب السعودي، الله يسهل عليهم. احنا رانا في الجزائر، احنا جزائريين نتبعوا العلماء تاع الجزائر، احنا نتبعوا شيخ بالكبير رضي الله عنه، نتبعوا شيخ أحمد سحنون، نتبعوا شيخ عبد اللطيف، نتبعوا شيخ أحمد رحو، محمد رحو رضي الله عنه، احنا نتبعوا الشيخ عبد الرحمن الجيلاني والشيخ سنتير والشيخ أحمد باي والعلامة الكونتي، نتبعوا الإمام الدواخ والشيخ بن سماية، انتبعوا الإمام الثعالبي رضي الله عنه، انتبعوا الإمام بن باديس عليه الرضا والرضوان، الذي كان يحتفل بالمولد النبوي الشريف، والذي أرسل رسالة يستنكر على الحاكم الفرنسي في المغرب لما ألغى احتفالات المولد النبوي الشريف. احنا نتبعوا الشيوخ تاعنا علماءنا، ما عجبوكمش علماءنا الله يسهل عليكم. هاني نعطيكم حل شباب، حل مليح هايل ما شاء الله. انتم تقولوا بلي المولد الاحتفال بدعة وحرام وما يجوز، خلاص كي حنايا نكونوا نحتفلوا انت روح ترقد اعطيها برقده. شكون اللي قال لك احتفل؟ يا اخو واحد ما جا قال لك بالسيف تحتفل. والدولة الجزائرية كي طات عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف ما فرضتش عليك الاحتفال. اما لا روح اعطيها برقده، خلي الناس من شرك، ادخل لدارك واقعد طرنكيل. علاه تروح للناس تمنحهم وتقول لهم ما تحتفلوش؟ نتحداك نتحداك نتحداك، نهار يكون كاين احتفال بمناسبة عيد الفراولة ولا عيد البقرة ولا عيد الجمل ولا عيد الكبش في الجلفة، روح قول لهم حرام. أتحداكم عام كامل وانتم ساكتين، غير المولد النبوي الشريف اللي ما تحبوش لأنكم لا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول سيدنا رسول الله يقول لك بدعة، تحتفل بالمولد تاعو بدعة، حسوين رايحين الإسراء والمعراج بدعة، قال لك طلع البدر وما كاش منها بدعة، ولما دخل في الغار ما كاش منها الحمامة أظلت عليه. واش اللي كاين منها؟ غير انتم اللي كاين منها. أنا نحتفل والشعب يحتفل، وإن شاء الله اللي ما كاش يحتفل يحتفل. وشنو الاحتفال كما يديروا الناس؟ ينقيوا ديورهم، يديروا عشاء، يصلوا في الجامع، يسمعوا الموعظة، يكرموا اليتيم، يكرموا المريض، يروحوا يزوروا الأهل والأقارب، يقرأوا السيرة النبوية. الرجال والشيوخ العلماء في أضرار، ياو عندهم شهر من اللي يبداوا يقرأوا البردة وهمزية البوصيري، وانتم ما قعدوا تسألوا يجوز ولا ما يجوز. يجي ريفيون أم ساكتين، ريفيون أم ساكتين. هو يجي المولد النبوي يخرجوا لهم القرون. يجوز ماشي حرام، والله ما حرام.